یہ دم اور رقیہ سخت سے سخت اور پرانی سے پرانی نظر بد کو توڑنے اور اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ نظر بد حقیقت ہے اور اس کا لگ جانا برحق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی کثیر تعداد نظر بد کے لگ جانے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلی جائے گی۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نظر بد ہوتی۔ تو اس لیے اس نظر بد کو معمولی نہ سمجھیے گا، بلکہ ہمارے تجربے کے مطابق نظر بد جادو سے بھی زیادہ سخت اثرات رکھتی ہے۔ عام طور پہ جو خواتین و حضرات نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں ان کے سر کے اندر ہلکا ہلکا درد رہنے لگ جاتا ہے، جسم یا چہرے پہ سرخ رنگ کے دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، یا چہرے کی رنگت پھیکی پڑ جاتی ہے، سستی، کاہلی اور جسم کے اندر عجیب تھکان سی ہر وقت رہتی ہے۔ نماز یا قرآن پڑھتے ہوئے یا کوئی بھی ذکر و اذکار کرتے ہوئے جمائیاں آتی ہیں، آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، یا بچوں پہ نظر بد لگی ہوئی ہو تو وہ بچے بہت زیادہ روتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ضدی ہو جاتے ہیں، کہنا نہیں مانتے، یا دن بدن کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو جن ہمارے بہن بھائیوں کے اندر یا جن بچوں کے اندر یہ علامات موجود ہیں وہ اللہ کے اس کلام کے دم کو 11 دن تک صبح و شام سنیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کے بچوں پہ یا آپ پہ جس طرح کی بھی سخت سے سخت نظر بد ہوئی، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کلام اللہ کی برکت سے ہر طرح کی نظر بد ٹوٹ جائے گی اور اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ پڑھ کے آنکھیں بند کر لیں اور پوری توجہ کے ساتھ اس مکمل دم کو سنیں، اور دوران دم یا بعد میں آپ کی جو بھی کیفیت ہو کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی کیفیت سے ضرور آگاہ کریں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكریم۔ بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وبرأ وضرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين،
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله
آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا